لما بنيجي نعمل نموذج مالي للشركه يا سيدي او فاينانشال موديل، سواء الشركه دي كانت ستارت اب او شركه عندها هيستوريكال داتا او بيانات سابقه، فاول حاجه بنبدا بيها عاده ان هو رقم المبيعات. طب ليه رقم المبيعات؟ لان حجم الاعمال بتاع الشركه والمبيعات بتاعتها والاتجاه بتاع المبيعات دوت، ولازم نبقى احنا قادرين نحلل ونعرف هو اتجاه المبيعات رايح فين، هو اللي بيتحكم بعد كده في حاجات كتير، هو اللي بيتبني عليه حاجات كتير قوي. لان في الاول وفي الاخر اللي بيحدد الشركه دي اذا كانت في حاله نمو او الشركه دي في تراجع فهو رقم المبيعات. فانت بتبدا اول حاجه برقم المبيعات لان هو اللي بيتحدد عليه كل حاجه بعد كده. هو حتى السيناريوهات بتاعتك اللي انت هتيجي تبنيها بتبقى مبنيه على معدل نمو للمبيعات، او حتى اذا كان في معدل اضمحلال فلازم انت بتبص على الحته دي، لان الحته دي هي مربط الفرس، وهو دي اول حاجه بتبدا بيها لما تيجي تعمل فاينانشال موديل. والفاينانشال موديل من الحاجات اللي انا بديها في كورس التحليل المالي بتاعي، ولو عايز تعرف اكتر عنها روح على الصفحه دلوقتي او خش على الويب سايت بتاعي على السات.com عشان تعرف اكتر عن الموضوع.